طيب عزيزي المشاهد، سئمنا من قصة أحمد فتوح وخلصنا من كلام والحديث عن أحمد فتوح. بكل سعادة أبلغك اليوم وهو الموافق 29/12/2023 بانتهاء كل الكلام عن أحمد فتوح. أحمد فتوح تم التجديد لمدة 3 سنوات مع نادي الزمالك، وهذا الخبر أعلناه في حلقة ماضية. كنا قلنا أن أحمد فتوح تم التجديد لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات بتدخل رجال أعمال من نادي الزمالك. طيب إيه الجديد؟ هي الكواليس بتاعت الموضوع، كواليس الحدوتة عملت إزاي. تم تدخل من قبل رجال أعمال نادي الزمالك، ده اللي عرفناه. طيب إيه اللي دار؟ الكابتن او الاستاذ سمير صلاح المدير التنفيذي او الوكيل للاعب احمد فتوح عمل جلسه مع احمد فتوح وعمل جلسه مع مجلس اداره نادي الزمالك، وقال الاتي: احمد فتوح كان يريد التجديد لنادي الزمالك. طيب اللي يمنعه هي الظروف اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، وهي ازمه القيد. طالما جبنا ازمه القيد فهو نقول مبروك، تم حل ازمه القيد لنادي الزمالك. وعلى نادي الزمالك الآن التفكير في الآتي: صفقات جديدة، مدير فني أجنبي سوبر. صحيح الميزانية المالية لنادي الزمالك ما تكفيش الحد ده من الطلبات، ولكن دي وعود كانت وعداها مجلس الإدارة، لازم تتنفذ، ولازم الجمهور ده يفرح، لازم يفرح. طيب ايه الأولوية اللي حاططها مجلس إدارة نادي الزمالك حاليا؟ وهو مدير فني أجنبي سوبر. مدير فني أجنبي سوبر هيقود الفريق في الانتقالات الشتوية اللي جاية. طيب ما هم اللاعبين الذين على رادار نادي الزمالك؟ رقم 1 هو مدافع سوبر من نادي بيراميدز، وهو أسامة جلال. تكرر اسمه كتير، والحقيقة هو مركز مطلوب جدا في نادي الزمالك في ظل غياب محمود الونش. لاعب وسط آخر وهو مهند لاشين اللي الحقيقة بيأدي أداء أكثر من رائع في الفترة الماضية. وأيضا في كلام على عودة عمر السعيد لنادي الزمالك. دول اللعيبة اللي حتى الآن ذكر أسمائهم داخل مجلس إدارة نادي الزمالك. طيب